السلام عليكم. جيت اليوم نهضر في واحد الموضوع اللي اصبح شائع. موضوع اللي عنده علاقة النتائج الكارثية اللي ولاو تيحصلوا عليها الوليدات. يعني الموضوع تيتعلق ولا عنده علاقة بالدراسة، بعلاقة الآباء مع الأبناء فيما يخص الدراسة. فأصبحنا تنشوفوا بأن الوليدات تيحصلوا على نتائج ضعيفة وضعيفة جدا. وهنا باش نعالجوا هذا المشكل خصنا نرجعوا للسبب. كيقول لك اذا عرف السبب بطل العجب. اذا عرفنا السبب غادي نعرفوا نعالجوه. اذا السبب الرئيسي ترجعوا للوالدين، ترجعوا للاسره. لان الولد تيكون الولد ولا البنت، المهم الطفل تيكون عنده مثلا واجبات، تيجيو الوالدين تيكونوا خدامين موظفين ولا تيخدموا كاع النهار، مخلينه بعدا مع الخادمه. تقدر تهلا فيه تقدر ما تهلاش فيه، وتيجيو من العمل مرهقين. الولد تيقول بابا ولا ماما، بابا راه عندي واجب ولا خصني نخرج شي تمارين. بهذاك العيال تيكون الاب عيان ولا الام، اش يديروا؟ تيضطروا هما يخرجوا ليه دوك التمارين غير باش يتهناو، باش يمشيو خلاص يرتاحوا. هذه ماشي طريقه صحيحه. اولا تيعطيه يمشي للسيبر ولا في الدار الا عنده الويفي، تيمشي يخرج ديك الاجوبه من السيبر ولا من الانترنت. وديك الاجوبه تتكون اغلبيتها بعدا تتكون خاطئه. راه الانترنت ماشي دائما تنصيبوا فيها الاجوبه الصحيحه. هاد القضيه خص يعرفوها الاباء. تاني حاجه اللي خص الاباء يعرفوها هي ان فاش الوالدين تيخرجوا التلميذ ولا الطفل هذيك الواجبات ديالو، راه هنا تيخليو داك الولد يطلع ضعيف الشخصيه، ما تيطلعش راجل، ما تيعلموش الاعتماد على نفسه، ما تيعلموش يتحمل المسؤوليه. تيخرجوا لي ديك التمارين، تيمشي للقسم، ملي تيسولوا الاستاذ تيجاوب تيقرا داكشي اللي كتبوا ليه. علاش؟ لان ماشي هو اللي خرج داكشي وماشي هو اللي كتبه، يعني عقلو ما تيشد حتى شي حاجه. لان لما كتبتش انا ولا ما خرجتش انا، راه ما يمكنش غادي نعقل على هذيك الاجوبه. وهنايا تيولي التلميذ تيتحط في واحد الموقف خايب قدام الاصدقاء ديالو، تيبان بانه راه ماشي هو اللي دار ديك الواجبات، ماشي هو اللي اعتمد على نفسه. وبهذه الطريقه تنكونوا ساهمنا في الفشل ديال الطفل على المدى البعيد. لان فاش يكون صغير راه معتمد على والديه، راه اللي ما دارش هو يديرها والديه. ولكن فاش يكبر تتبقى دائما عنده ديك النقطه ديال الاتكاليه، تنعلموه التواكل. تي 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 تيعتمد دائما، خصو يرجع لعند شي حد اللي يعاونو، ماشي غير في الدراسه ولكن حتى في مواضيع اخرى، حتى في مشاكل اخرى. هي ماشي عيب انني نطلب المساعده من شي حد، ولكن ماشي في جميع الامور. ماشي كل الامور نقدر نهضر فيها مع الناس، ماشي كل الامور نقدر نخلي الناس اللي خرجوا يحلوا لي ديك المشاكل. خصني نعلم ولدي ونعلم بنتي باش يكون راجل وباش تكون مرأة. واحد النقطة أخرى هي أن الأب ولا الأم ولا الوالدين بجوج تيبغيو الولد دائما. خصك يكون عندك النقطة الأولى، خصك تجيب النقطة الأولى، خصك تكون من الأولين، خصك تيولي الدري تيولي صافي ما تيبقاش يقرا على اساس انه يكون نفسه، على اساس انه يتعلم، ولكن تيقرا غير باش يلبي لوالديه ديك الرغبه، باش يفرح والديه ويجيب لهم ديك النتيجه اللي بغاو. وهنا ثاني راه حنا تنساهموا يعني تنخرجوا على الدري في المستقبل ديالو. ما تيكونش مركز، تيولي عنده حتى واحد النوع ديال الخوف. علاش تيقرا ولا علاش حيت والديه بغاوه يجيب النقطه الاولى وبغاوه يكون هو الاول. لا، خصني ولدي نبغيه يكون هو الاول، ولا يكون من الناس من التلاميذ الاولين باستحقاق، ويكون هو باغي. يعني تنخليه تنحبب ليه العلم، تنحبب ليه
انه الدراسه انه يكون فرحان، غادي يخرج الواجب ديالو هو فرحان، ماشي غادي بحال حكمت عليه بالسجن. فاش نقول ليه خرج واحد التمرين ولا تيعطي الاستاذ تمرين، تتصيب الدري تيخمم، تتصيبو تيفكر، غادي خايف، غادي للدار وخايف، ماما ما غتخرج لياش، ولا ما جاوبش غادي نجيب نقطه خايبه، غادي يضربني بابا، غتعايرني ماما. وهنا هنا راه تنخرجوا على الدري، يعني تنخرجوا عليه بواحد الشكل فظيع. والسبب الثاني ديال فشل التلاميذ في الدراسه ديالهم هو في القسم، يعني العلاقة ديال الأستاذ مع التلميذ، لأن علاقة الوالدين مع الابن راه تقريبا نفسها علاقة الأستاذ مع التلميذ. راه فاش نصيفط ولدي المدرسة، راه هذاك الأستاذ راه تيحل المحل ديال والديه، تيحل المحل ديال باه ولا ديال ماماه. اذا داك الاستاذ خصو تا هو يتعامل مع داك الطفل على اساس انه طفل، على اساس انه ولده، يعني خصو يخدم معاه ويخدم بضمير، لان راه ما بقاش عندنا الضمير. راه الاغلبيه تتصيبهم مخلي التلميذ الدراري تيلعبوا وخارج مجمع برا، ولا تيتعامل مع التلاميذ بعنف، وهذاك كما قلت لكم داك العنف لا يولد الا العنف، ولا تيولد الخوف. يعني هذاك الدري مسكين تيطلع خايف، تيطلع فاشل، تيطلع خص الاستاذ يكون قريب من التلميذ. الاستاذ راه خصو يلعب بزاف ديال الادوار، خصو يكون طبيب نفسي، خصو يكون استاذ، خصو يكون مربي، راه الدور ديال الاستاذ والمعلم راه بالدرجه الاولى راه مربي. يعني قبل ما نكون استاذ ونلقن الدروس خصني نكون مربي، خصني نقرب من داك الطفل، لا بان ليا ماشي هو هذاك خصني نجرو عندي نسولو مالك شتك اليوم ماشي هو هذاك، خصني نعرف ظروفه. راه كاين دري مثلا اللي والديه تخاصموا في الدار ولا وجاي بلا فطور، جاي عنده مشكل وما قادرش، ما يمكنش الدري غيستوعب شي حاجه ولا يقراها ولا ينجح في الدراسه ديالو. اذا تنترجى من الاباء والاساتذه يراعيوا هذه الحالات ديال الاطفال ويتعاملوا معاهم، لان المعامله راه هي كل شيء في الحياه، راه المعامله هي اساس كل شيء وكل نجاح. وشكرا لكم.